نحتاجو في العصير تاعنا 300 غرام نتاع زرنديه مقشره، نقطعوها دي رونديل، نزيدو معاها 2 كيسان تاع الماء والسكر حسب الرغبه. انا حطيت 6 مغارف، حبيتي تنقصي نقصي. من بعد نحطوها فوق النار الطيب. نجيبو الحبه نتاع القارص نعصروها مليح مليح، ونزيدو 2 حبات تاع تشينا كيف نعصروهم، تحصلوا على هذاك العصير. نحطوه في الكونجيلاتور يبرد لنا مليح مليح. من بعد نحكموا هذوك القشور نرابيوهم باش نتحصلوا على لي زيست معناتها تاع تشينا ونتاع القارص. بعد ما طابت لنا الزرونديه نرحيوها مليح مليح بالميكسور. من بعد نزيدو 4 كيسان نتاع الماء، زيست تاع السيترون، ونزيدو هذاك الجو، ونزيدو باطا تاع ياغورت. من الاحسن تكون ذوق الخوخ. بديل السكر هو التمر، ديري اللي قدرتي يعني اللي حبيتي الحلاوه نتاعها. القوام تاعنا خرج هايل، والجو تاعنا واجد بالصحه. نحتاجو في العصير تاعنا 300 غرام نتاع زرنديه مقشره، نقطعوها دي رونديل، نزيدو معاها 2 كيسان تاع الماء والسكر حسب الرغبه. انا حطيت 6 مغارف، حبيتي تنقصي نقصي. من بعد نحطوها فوق النار الطيب. نجيبو الحبه نتاع القارص نعصروها مليح مليح، ونزيدو 2 حبات تاع تشينا كيف نعصروهم، تحصلوا على هذاك العصير. نحطوه في الكونجيلاتور يبرد لنا مليح مليح. من بعد نحكموا هذوك القشور نرابيوهم باش نتحصلوا على لي زيست معناتها تاع تشينا ونتاع القارص. بعد ما طابت لنا الزرونديه نرحيوها مليح مليح بالميكسور. من بعد نزيدو 4 كيسان نتاع الماء، زيست تاع السيترون، ونزيدو هذاك الجو، ونزيدو باطا تاع ياغورت. من الاحسن تكون ذوق الخوخ. بديل السكر هو التمر، ديري اللي قدرتي يعني اللي حبيتي الحلاوه نتاعها. القوام تاعنا خرج هايل، والجو تاعنا واجد بالصحه والراحه.